الله وبركاته. زيارة السيدة خديجة، هذه المرأة العظيمة، أي والله أم المؤمنين حقا، التي هاجرنها النساء بعد زواجها من رسول الله. فعندما كانت حاملا بالسيدة الزهراء كانت لذلك عندما نسلم على سيدتنا الزهراء نقول السلام عليك أيها المحدثة. فكانت تقول لرسول الله إن الجنين الذي في بطني يكلمني. شوف هاي منزلة عظيمة الله انطاها. السلام عليك يا أم المؤمنين، السلام عليك يا زوجة السيد المرسلين، السلام عليك يا أم فاطمة الزهراء يا سيدة نساء العالمين. أقولها سيدتي ما تعلمين ماذا جرى على ابنتك الزهراء، روحي فداها. كانت يتيمة من بعد عينك، وبعدها بمدة إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا استشهد، ارتحل عن الدنيا. فكانت تخرج إلى قبر أبيها رسول الله تقول ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشمد الزمان غوالي. قل للمغيب تحت أطباق الثرى يا رسول الله إن كنت تسمع صرختي وندائي صبت علي مصائب لو أنها صبت علي صرنا ليالي. أما ولديها الحسن والحسين روحي فداهم كأني بهما يما بقينا من بعد شتام يا يما يتامى يا يما الليل كل ما ننام يما ما ننام واشوف قبال عين طول تشيلوح يا يما. يا مصوت العلي اش كثر لولا يما معدله وما بيج يا زهراء لولا يما الي جايه بعد للدار الي جايه بعد للدار لولا لظل انعاش كل صبح ومسيه يا يما. السلام عليك يا أم فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا أول المؤمنات، السلام عليك يا من أنفقت مالها في نصرة سيد الأنبياء ونصرته ما استطاعت ودافعت عنه الأعداء. السلام عليك يا من سلم عليها جبرائيل معا. السلام عليك يا من سلم عليها جبرائيل. السلام عليك يا من سلم عليها جبرائيل وبلغها السلام من الله الجليل. فهنيئا لك بما أولاك الله من فضل. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. زيارة القاسم بن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليك